اسمع يا بهوجة، على هالبوست يلي ناشرينه على الفيك بوس. هات لنشوف، سمعني شو ناشرين على الفيك بوس. قال يا ستي تلطيشات السوريين ب2022 و23 تلطيشات حديثة يعني خلنج. ليش في تلطيشات حديثة وقديمة نصوحتي؟ طبعا في حبيبتي، طبعا في، بس تلطيشات ايام زمان كانت احلى من تلطيشات هلا، وكانت محترمة كتير ومؤدبة، مو مثل تلطيشات هالايام كلها قلة ادب ومياعة. يعني الواحد اذا بده يلطش بنت اليوم بيقلها تشكلي قاسي مثل مطاط الباسي. لك يخرب بيتك وبيت بيتك على هالشرشحة، مطاط شو والباس شو يا حيوان؟ لك في حدا بالدنيا بده يلفت انتباه بنت بيقلها انت مطاط الباسي؟ الباسي يخرب بيتك ما يساك. هلا هيك بيلطشوا هيك العمى. ليش كيف كان لازم يلطشها فيلسوف افندي بلا زغرة؟ يا ستي لازم يقلها تقبشيني مثل الفطبول وتحرجيني وتسجلي فيني جول، او يقلها مثلا حبك بلبصلي عيوني يم الشال الكموني، بكرة لما يجي البرد مالي غير الكانونة. ايه والله بلبصلي اياهم بلبصة، عظمة على عظمة يا سيدي، اديني اكتر اديني اكتر. او اذا كان شاعر بيقلها بقلبي في مزراب ما بيشرشر غير عليك يا اغلى الاحباب. اما اذا كان خبرة ومحترف تلطيش بيقلها يسلمولي هالشفايف على دور القطايف. اذا انت الممسحة انا القشاطة، واذا انت الصرماية انا الشحاطة. هذا اسمه تلطيش، مو مثل تلطيش هالايام شي بيقرف. هيك بيلطشوا الناس المحترمة يعني، مو مثل مطاط الباسي وقلة الادب. لبسك وحدة تسهل امرك انت وياه. بصراحة شي بشهي ما شاء الله. يا هيك تلطيشات يا بلا، انت من وين بتعرف كل هالتلطيشات؟ عم تلطش الصبايا وتوقف قدام مدرسة البنات مثل الزعران؟ او لا نصوح عم تخوني يا حقير؟ اللي نشوف يا عيب الشو ما عليك، تفو عليك ما تستحي على شواربك. لك يخرب بيتك وبيت بيتك انت التانية شلون بتحكي؟ انا نصوح تبللي على سن ورمح بدي وقف قدام مدرسة البنات واقعد لطش فيهم؟ شو جنيتي انت ولا هستفتي؟ هستفتي؟ وقت كنت مراهق ما عملتها. انا طول عمري عيني بالارض وما بطلع على حدا منوب، واذا مرت بنت من جنبي بعمل حالي مالي شايفها منوب مالي شايفها. الضيعة كلها بتحلف باخلاقي وصفاتي الحميدة. بس امك قالت لي انه مرة كمشك ابدا حلوس مسطرين عم تلطش بنته وهي راجعة من المدرسة، وسفقك قتلة حشك ولبك، مسح فيك الشارع مسح يعني، وخلعك بكس كسر لك مناخيرك كسر، ولولا لطف الله كان بده يشختك على البلوعة شخت، بس الجيران فكوك من بين ايديه ولحقوك قبل ما يعملك جزمز. اسد بوزك وخبسي قال دحلوس مسطرين. قال شو شايفتيني قليل ادب لحتى لطش بنات الناس؟ انا كنت عم دلها على البيت بس مشان ما تضيع يعني، ما كنت عم لطشها منوب. شو شايفتيني صايع ولا ضايع؟ شو شايفتيني؟ ايوه قلتلي كنت عم تدلها على بيتهم لكان، لانه هي مسكينة يا حرام ما بتعرف وين بيتهم. الله يساعدها يا رب. المهم هلا كمل لي البوست شو عم يقول. ماشي الحال. اسمع يا ستي، تلطيشات السوريين 2022 قال ان شاء الله تطلعي على ابري بكعب عالي 70 سنتي. لك في كعب عالي 70 سنتي؟ يخرب بيته ما يسيسو. المهم يصف كلام يعني.
بعدين إذا طلعت على بره شو رح يستفاد هالحيوان؟ ما خلاص فطس وفتحنا منه. حلو، فيها لمسة فنية هالتلطيشة. وغيره؟ اسمعي هي قوية كتير كتير قوية. لك دخيل هالقامة يلي مثل قرع البامة، دخيل الخس ودخيل الدبس، والقشاط يلي كله مسامير كبس، دخيل هالطول مثل قرع الفول. هالحيوان بتلاقيه فلاح جاي من سبينة او القدم او الكسوة، ما في كلام منه. هذا بيكون الفول والبازاليا ناخذين نخذ بمخه. 24 ساعة فطور غدا عشا بياكل فول وبازاليا، وبس بيتمون عن 10 سنين لقدام. تقولي حدا قايل له حتصير مجاعة؟ ها لحق حالك واركض خزلك كم طن فول وبازاليا وفرزهم بالفريزة للقرن القادم. لك من كتر اكل الفول والبازاليا بتلاقيه ما عم يجمع منه، بيخرب بيته فاصل 24 ساعة بالنهار. لك شو هالحب الاتوني للفول والبازاليا لحتى تدحشوا بالتلطيش؟ فهموني يا جماعة، مشانوا لله فهموني. يخرب بيتك ما تيسك صحيح. حلوة هي، عجبتني تبع قرع الفول. زبطها الدرسان، زبطها. بيكونوا تزوجوا هلا وصار عندهم اولاد. وغيره شو في كمان؟ يا ستي اسمعي هالتلطيشة هي يلي ما فهمتها النوب. قال على راسي طقم كراسي وغرفة النوم علينا. هي التلطيشة عجزوا العلماء عن فهمها. العلماء ما قدروا يفهموها. شو بده يعني هذا؟ شو بده؟ كراسي شو؟ طقم شو؟ غرفة نوم شو؟ هالحيوان مدري فايت معاكس، مدري مضيع جحشة خالته، مدري ضاربته الشمس، والله ما بعرف. والبنت المسكينة بتكون واقفة هيك شي نص ساعة بطقة الشمس صفنانة وعم تفكر بهالتلطيشة إنه شو بده يعني؟ عم يلطشني هذا ولا عم يدور على شغل ولا بده يطالع غرفة النوم لفوق ولا شو بده بالضبط؟ والله ما حدا فهمان عليه. لك قبل ما تلطش بنات الناس يا منحرف منك إله، فكر بالتلطيشة شوي. يا ترى مناسبة ولا مو مناسبة؟ ظريفة ولا مو ظريفة؟ فكر شوي يخرب بيتك. بتلاقي الأزعر منهم حافظ هالتلطيشات حفظ أو كاتبهم على شي ورقة دفتر، بيجي كل يوم من الساعة 7 الصبح قبل الشحادة وبنتها بيوقف قدام باب مدرسة البنات وبيقرأ هالكم تلطيشة وبيروح. لك حتى يوم العطلة والمدرسة مسكرة بيجي يخرب بيته ما تيسو. دوام رسمي عامل هالشغلة، العمى يضرب جوز عيونه ضرب. فكر يا حيوان، فكر قبل ما تلطش، لا تفضحنا يخرب بيتكم. بس هالتلطيشة قديمة شوي، لسه في حدا عم يستخدمها هالأيام؟ في يا ستي، وأضرب من هيك كمان. اسمعي هاي، قال يسلم لي الأزرق يا ملاكي، إذا هي جاجة أنا كاكي. لك شو هالبهدلة مشانه لله؟ لك في حدا بالدنيا بيغازل بنت بيقلها يا جاجة؟ يخرب بيته ما يجحشو. وشو كاكي يعني؟ شو هي كاكي؟ لا والمصيبة بتكون لابسة أسود غطس بس بيقلها يسلم لي الأزرق. هيك حيوانة. هذا الحيوان حافظ مش فاهم. المهم يلطش، صح غلط بيصير ما بيصير، المهم يلطش وبس. لك العمى يضربك ضرب، فكر شوي انتبه. لك طلع بالأول يخرب بيتك. بس لا تقلي، والله حلوة ظريفة يعني، فيها أكشن يعني، جاجة وكاكي وحركات وبركات. لك لسه في أضرب من هيك بكتير وألعن وأداء رقبة. هات لشوف نصوحتي أطربنا. اسمعي يا ستي، بيقلها تتحوبقي على هالقامة،
تقولي معسفة؟ هالطبل هاد مدري عم يدعى عليها تتحوذى، مدري عم يتمسخر عليها لأنه طويلة، والله ما بعرف. عاد هي بتلاقيها قد الفجلة، ها زمكة بالمرة قصيرة ومخفوسة ومكبوسة كبس، يعني طولها يا دوب شبرين على بعضهم، جحشة أبسط طوف أطول منها، وعم يقلها يا معسفة. يخرب بيتك شو ما عندك نظر، ما عندك نظر منوب انت ولا هذا الظاهر والله أعلم ما لا بنت تنطبق عليها مواصفات التلطيشة يلي حافظها. أول وحدة طلعت بوشه سفقها ياها، يا ربي تجي بعينه، يعني عالتوكل تهرك الشغلة. لك شو هالتلطيشات المعدة هي؟ ما في تلطيشات رومانسية نصوحتي؟ امبلا يا ستي، طبعا في تلطيشات رومانسية. اسمعي هاي، قال تمشي على رمشي وتهدي على خدي. هذا الحيوان رومانسي، بس رومانسيته تبع 3 ب10 على البسطة، 3 ب10 على البسطة، ها يعني شغل شوارع وأزقة وبهدلة وشحاطة أبو إصبع، مو رومانس مرتب يعني وشغل أكابر وقيس وعبلة، ماله بهالوارد منوب. شو هذا؟ ما فيها رومانسية منوب، كان لازم يقلها تمشي على رمشي وتحملي ناشي وتقبريني وتعطيني دفشي. لك يخرب بيتك وبيت بيتك انت التاني على هالكلام، شو تحملي ناشي وتقبرني وتعطيني دفشة مدري رفسة، رفسك اب ملعون ان شاء الله انت التانية. لك ليش نحن السوريين هيك؟ ليش هيك؟ حبنا كله قبر ودفن وتحنيط وقبور ومآسي، ليش؟ وين الرومانسية بالقبر والدفن يعني إذا الواحد منا بده يدلع مرته، مرته فردة كبده، بيقلها تقبريني تكفنيني تطلعي على قبري تشكلي قاسي، لك روح دعس تحت رجليكي، لك يفعصوني فعص كرمال عينيكي، لك يهرسوني هرس بس تم حواليكي. لك ليش هيك حبنا عنيف وكله قبر ودفن وبلاوي زرقاء وتعازي؟ لك ليش؟ فهموني مشانه لله. العمى يعني جدنا الأول السوري الأكبر، يعني يلي بذرنا بذر، كاين حفار قبور ولا مكفناتي ولا مدير شي مقبرة، والله ما بعرف. يعني نحنا يا منقبر ومندفن الحبيب يا مناكله ومنشربه، ما عنا حل وسط منوب، وإلا إذا ما دفنا وقبرنا بيكون مشكوك بحبنا لإله. تفضلي شوفي على هالتلطيشة، قال تطلعي على قبري بالكعب العالي تتفركشي وتقعي بدالي. لك هذا بده يقبرها ولا بده يتجوزها ولا بده ينضرب يلطشها، والله ما بعرف. لا والمصيبة بتضحك له على شو بس فهموني. فرحانة يعني انه رح يقبرك؟ فرحانة؟ فرحانة انك رح تنقبري؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شي بنفرز والله، نفرزوني نفرز يخرب بيتهم. قال قبر ودفن، قال العمى. خلصنا هلا بلا فلسفة، اعطينا شي تلطيشة هيك يكون فيها حركات واكشن. يعني تلطيشة وحركات واكشن ماشي الحال يا ستي. اسمعي هاي، قال يسلم لي يلي ما بينطش ولا بيحتار وبيرفس مثل الحمار. هي بتكون خالعته شي رفسة ماكنة باعجتله كرشه بعج لحتى عم يشعر فيها هالشعر. لك يخرب بيته على هالتلطيش المشرشح، يخرب بيته. لك شو دخل الحمار بالغزال؟ العمى. بس هذا الحيوان بتكون معصل جمعه القافية وما عم تزبط وما بيعرف غير كلمة حمار فيها حرف الراء، قام دحش الحمار بالتلطيشة، ما في غير هيك. يا أما مجنون ومصيف هذا.
اسمعي مشان الله اسمعي على التلطيشات يلي بتقرف وبتسم البدن. قال سماذك جذاب ولا أنا كذاب؟ لا أنت كذاب وحيوان كمان. لك مالك شايفها مثل الفحمة يخرب بيتك؟ شو ما عندك نظر أنت ولا؟ اسمعي هذا التاني شو عم يقول ويخبص. قال تسلم لي هالخفافة شو ناعمة وشفافة. هذا كندفجي ما في كلام، كندفجي. لك يخرب بيتك، نسيت تتغزل بوجهها وعيونها ومنخافها يلي قد خرطوم الفيل؟ نسيت كل هدول وعم تتغزل بشحاطتها مدري بخفافتها؟ يخرب بيتك شو مشفشح ومغزول أدبك. كنت إلها مثلا عيونك السماوي دبحوني مثل سكينة المخبز بحافة الماوي. أو إلها برطومك برطوم البطة يلي وقعت ضحكت منها القطة. أو كن مبدع وفكر خارج السحابة فكر ولا. وإلها بس يا انتي هتي ببتي بتجوزك لو كنتي قد ستي. أو يبدع على الآخر بقى ويفتح لها ويقلها هش لا ترسيني يا حيواني، إذا كنتي عنزة أنا الرمانة. هيك الواحد بيلطش لك يا طبل انت وياه، مو خفافة وشحاطة ومدري شو وقلة أدب. تضرب بهالراس اللي ناتعه انت وياه تضرب. هدي بردي بجوزك ستي. لك اعطيني شي ظريف. شو هالتلطيشات هاي؟ شي بكب وبيعمي لعمة. اسمعي هالتلطيشات يا ستي اسمعي. قال تسلم لي القشطة مع الماعود، إذا انت الدالية أنا العنقود، إذا انت العروسة أنا المكدوسة، وإذا انت النابلسية أنا المهروسة. انت مكدوسة قلبي ويا لنجي حياتي وكوساية روحي وكل جراباتي. شكله بحب المكدوس هالتيس. انت خوخة انت مشمش، انت خوخة انت مشمش، انت حاجة والله تدهش. يدان يدا دندانة، يدان يدا دندانة، مع موسيقى تصويرية هي بهوجة. وشو قال كمان؟ تسلم لي الكبة بلبنية والعيون يلي كلها حنية. هذا الحيوان بطنه قاتله مبين عليه، ما في كلام منوب، بطنه قاتله. كل تلطيشاته عن الأكل وسم الكراتي، حتى بالتلطيش والزعرنة داحش لي الأكل دحش. لك في حدا بالدنيا بيغازل البنت بيقلها انت كبة لبنية؟ لا ما ضربك، بس مبين عليه انه سوري قح وإرمية من إرميات الشام، من على بعد 500 كيلو متر. بتعرفي 500 كيلو متر ها؟ أوف ليش بقى؟ شلون عرفتوا يعني إنه سوري؟ يا ستي نحن السوريين ولله الحمد بطلنا قاتلنا، مو بإيدنا منحب الأكل والحش والحلفشة، منغولين نغل بالأكل، مسقسقين سقسقة يعني. حتى بتلطيشاتنا منتحش الأكل. شلون كيف ما بعرف، بس منتحش الأكل دحش بكل شغلة. عندك مثلا السوري بس يتجوز وبده يغازل مرته ويقلها كلمة حلوة، شو بيقلها؟ سبحان من دعبلك مثل الكوساية وحمر خدودك مثل الفجلاية. لك كوساية شو وفجلة شو؟ يخرب بيتك. أو بيدلعها وبيقلها خسة قلبي وباذنجانة حياتي. لك في حدا بالدنيا بيدلع مرته بيقلها يا خسة قلبي؟ لعمة. اسمعوا على هالحكي اسمعوا. وهذا لسه ما حكيتلك عن الغزل والتلطيش المشرشح كمان. ليش في غزل وتلطيش مشرشح؟ طبعا هات لنشوف مثل شو. اسمعي يا ستي، بيقلها إذا انت الطبالة أنا الزبالة، وإذا انت الشحاطة أنا الرباطة، وإذا انت الممسحة أنا القشاطة. شو هالأصفر الليموني شهاني على السفن أب. هذا الحيوان فايت بالغلط على هالكاف،
كيف التلطيش يعني؟ باين عليه من كلامه لا له بالعيب ولا بالنفير. رفقاته قالوا له رايحين لعند مدرسة البنات نلطش شوية، تروح معنا؟ تروح؟ قال لهم يلا. يعني ما له علاقة لا بالتلطيش ولا بالتطقيش ولا بالتطييش، منو ولا من أهل الخبرة، جماعة الزعران المخضرمين والعريقين، لساته بغوي يعني وزوز صغير، مبين عليه من كلامه. حاجة نصوح، سدني ياك بقى، تضرب انت وهالتلطيشات المعدة تضرب، نفخت لي قلبي ها. اسمعي بالله اسمعي، بيان كم وحدة بس خلص ويلا ها. اللهم طولك يا روح، هات لشوف سمعنا. قال بيقلها لساتك بتمشي دادا دادا يا راكب اللادا، لك لادة شو يا بغل، مالك شايفها مشحوطة شحط وماشية بوط ورجل، رفسة رفسك يا نغل، عن جد انك طبل. ولي على قامتي انشقت بجامتي، ان شاء الله بطق وبنشق، شلون ماني مشتلق. لك ليش عم تدعي على حالك يا رجال؟ شو جنيت انت؟ ليش عم تدعي على حالك؟ لك لا، هي تلطيشة ما عم ادعى على حالي. ياه اسمعوا على هالسمعة، هي تلطيشة هلا؟ ايه نعم يا ستي تلطيشة. قال بيقلها ان شاء الله بطق وبنشق، شلون ماني مشتلق. لك يا بغل اذا انقبضت وانشقت وانضربت على قلبك، مين بده يتزوجها لهالحيوانة؟ مين بده يتزوجها؟ صار لها 10 سنين عم تسمع تلطيشاتك المسخمة، وتاكل قتل ورفس ولبط ورقع من امها وابوها، ويضربوها كما يضرب الحمير والبقر. كيف مال حضرتك؟ لانه اخرتها بالرجعة على البيت يا حيوان، وما خفيت رجلك انت وعم تلطشها، وهلأ جاية تنشق وتموت مدري تفطس قبل ما تدق بابها وتقول خطابة خطابة جيناكم خطابة 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 جيناكم خطابة، نص الماهر بزر والنص التاني عتابة، نص الماهر بزر والنص التاني عتابة. والرصاص يبعجك بعج انت وهالتلطيش المبهدل. قال خنق وشنق، قال مشقوقين خلقة، نحن خلقة مشقوقين، ناقصنا شق كمان. شايفة يا بهوشة قديش من حدر التلطيش؟ شايفة؟ الله يجيبنا يا رب. بتتذكري التلطيشات يلي كنت قلك ياهن ايام الخطبة؟ بتتذكري؟ يي خجلتني، استحي يا رجال، الولاد قاعدين، تروح دحل إلهي. طبعا بتذكر وقت كنت قلك يقبشني هالشفتوف يلي كله حبق ومنتوف، ويسلم لي هالكبش يلي أكبر من البيت والعفش. خجلتني نصوحتي، بس احلى تلطيشة كنت تقلي اياها تبع ان شاء الله بيفعصك طنبور فلتان فرامه وبتوقعي بقلبي وبتصيري قدامه. كتير كانت تطلع من تمك حلوة يا ضرسان. خجلت هلا، هيك خجلتني. لك يخرب بيتك انت التاني على هالحكي، يخرب بيتك. هلا انا كنت قلك هيك؟ انا كنت قلك هيك؟ انا كنت قلك ان شاء الله بيدعسك تراكتور فلتان فرامه وتوقعي بقلبي وتصيري قدامه، مو تنبض. الله يرضى عليك يا بهوجة، بزعل منك والله بزعل منك، بزعل منك كثير بزعل. ايه والله صح نسيت، تراكتور فلتان فرامه مو تنبر فلتان فرامه. حقك علي تشكل قاسي، ولا تبع البحشة كمان كتير كانت حلوة كتير. تبع ان شاء الله تبفسك الجحشة وتجيبك بالبحشة، لساتك متذكرتيها يا ملعونة.
بوقتها كانت تلطيشة متقدمة جدا، نصها عربي ونصها انجليزي، مدري تركي والله ما بعرف. ايه يا بهوجة، اسأل الله ايام زمان وتلطيشات ايام زمان. هديك تلطيشات مو مثل تلطيشات هالايام.